أتكلم بالعربي. بسم الله الرحمن الرحيم. كان رجل يعيش في دمشق فقير الحال، وكان أباه ميسور وأخوته أخذوا كل الميراث وتركوا له أباه المشلول يرعاه ويقيم على خدمته دون شيء، فأخذ في خدمة والده إلا أن جاءوا بالملامة وقال له: يا بني، إني تركت في هذه المخدة 15 ليرة ذهب، فخذهم واصرفهم. قال: يا أبي فيهم بركة؟ فقال له: لا يا بني. فنادى على أخوته فشقوا المخدة وأخرجوا الذهب منها. فجاء في اليوم التالي قال: إني أعلم أنك لم تأخذ منها شيئا يا بني، فخذ تحت شجرة الليمون 50 ليرة من الذهب. فنادى، قالوا لهم: فيهم بركة؟ قال: لا يا بني. فنادى على أخوته أيضا فأخذوهم فوق الميراث. يا الله يعلم بهذا أين كان عقله. فنادى على أخوته. جاء في اليوم الثالث فقال: يا بني، إن أخ ليرة معي من الذهب، فإنها توجد بزبدية وهذه لك. قال له: يا أبي، هل فيها بركة؟ قال: نعم. فأخذها وخرج بها يتمشى على البحر هو وزوجه وامرأته، فوجد صائد سمك، فقال له: بكم تبيع زوج السمك هذا؟ قال له: بنصف ليرة. من هنا لهنا نصف ليرة ذهب. فأخذهم وذهبوا إلى البيت، فشق نصف بطنها فوجد لؤلؤة بحجم بيضة الحمامة، والأخرى أيضا بحجم بيضة الحمامة، وهذا اللؤلؤ من النوع اللآلئ النادرة. فذهب بها إلى الصاغة، فقالوا له: إنها غالية الثمن، اذهب بها إلى شيخ الصاغة. فذهب قال: إنها ثمنها غالي علي، سأعرضها لك وأتمنها لك وأخذ عمولتي. فجاء ملك يريد تزويج بنته، يريد حاجة غالية، فبكم هذه اللؤلؤة الغالية لبنته؟ فقال: 15,000 يعني 15 مليون. ففرح وأخذ الشيخ الصائغ عمولته وفرح بالنقود. وجاء ثاني يوم تبكي بنت صغيرة بنت الملك: أريد مثلها. فذهب إلى الشيخ الصائغ: يوجد مثلها؟ فقال: نعم يوجد مثلها، بس هذا رجل طماع، أريد 20,000 يعني 20 مليون. فاختنى هذا الرجل بفضل دعاء والده ورضاه عليه، ويعني برضا ربنا.